تعالوا بينا نعمل ألذ مكرونة بالبشاميل هتجربوها. متهيألي دي الوصفة اللي مفيش حد بيختلف عليها. هقول لكم ازاي تطلع معاكم جوسي ودايبة بالشكل ده. وعلشان نعملها تعالوا بينا نجهز اول حاجة اللحمة في طاسة سخنة على النار. هزود معلقة كبيرة من الزيت وهنزل بنص كيلو من اللحمة المفرومة وهقلبها على الناحية التانية وابتدي افكها بالمعلقة. هزود بعد كده بصلة كبيرة فرمتها ناعم قوي، ومعلقة صغيرة من الثوم المفروم، معلقة كبيرة من صلصة الطماطم، معلقة صغيرة من بهارات اللحمة والتشيلي فليكس والبابريكا، وطبعا ملح وفلفل اسود. تمام كده العصاج بقى جاهز. تعالوا بعد كده نسلق المكرونة في حلة على النار تكون فيها مية بتغلي. هملحها كويس وهنزل كيس المكرونة 400 جرام وهسلقها على حسب التعليمات الموجودة على الكيس. انا سلقتها 3/4 سوا، خليتها الدنت يعني مش سوا كامل، وما غسلتهاش بعد ما صفيتها من المية. الخطوة اللي بعد كده هنعمل البشاميل. 5 معالق كبيرة من الزبدة او السمنة او الزيت، و4 معالق كبيرة من الدقيق. ايوه كمية الدهون لازم تكون ازيد من الدقيق علشان الرو يبقى معاكم سايل بالشكل ده. هنزل بعد كده ب8 كوبايات من اللبن بدرجة حرارة الغرفة، واكون في نفس الوقت بقلب الويسك بالشكل ده علشان البشاميل ما يكتلش. هضيف مكعب مرق بدل الملح اختياري، وفلفل اسود او ابيض، نص كوباية من الكريمة اللباني، ومعلقة كبيرة من الجبنة الكريمي بطعم التشيدر وجوز الطيب. هحط اول حاجة في البايركس 2 كرنيب من البشاميل، بعد كده نص كمية المكرونة والعصاج اللحمة وجبنة موتزاريلا وكمان بشاميل، وباقي كمية المكرونة وباقي كمية البشاميل. اخر حاجة هزودها جبنة موتزاريلا. هدخلها الفرن بعد كده في الرف اللي في النص درجة حرارة 200 اول 10 دقايق من تحت، وبعد كده هشغل الشواية لحد ما تاخد اللون الذهبي الرهيب ده. زينتها بعد كده بشوية من البقدونس فرمته ناعم وسبتها تهدى 10 دقايق، وبعد كده ابتديت اغرفها. شايفين قد ايه جوسي والبشاميل كريمي مش خفيف والجبنة دايبة. انتوا شايفين اصلا المطة واصلة لحد فين. عايزينها متماسكة بالشكل ده سيبوها تبرد كمان شوية وبعدين قطعوها. بجد هي في الحالتين كان طعمها رهيب. جربوها بطريقتي وبألف هنا.